السلام عليكم. رمضان قرب، عايزين نتعلم حلويات كده ما عملناهاش قبل كده في مطبخنا، وكمان تكون بسيطة ونستغنى بقى خالص خالص عن بقى البقلاوة وان احنا نشتري جلاش ويطلع مكسر، والكلام ده مش موجود عندنا. هنعمل النهاردة احلى شعبيات مورقة بتتعمل في بلاد كتير جدا. يلا بينا نقول على الطريقة. هنجيب علبة زبادي. الزبادي دي 75 جرام، يعني العلبة الصغيرة خالص. هنوزن كل المقادير بعلبة الزبادي. هنحط في الزبادي زيت، وهنحط في نفس علبة الزبادي لبن. وبعد كده هنجيب بيضة حجمها كبير وهنكسرها ونحطها على المكونات دي. هنحط كمان معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، تقدروا تستبدلوها فانيليا بودرة. هنقلب المكونات وهنجيب 3 كوبايات من الدقيق. انا هنخل كده كوباية كوباية. العجينة بتاعتنا ممكن تاخد من 3 كوبايات لحد 3 كوبايات ونص. هي هتحتاج مني النهاردة 3 كوبايات ومعلقة. حجم الكوباية 250 جرام أو 250 ملي، ولكن وزن الدقيق فيها 120 جرام. هنقلب بقى كده بالمعلقة، وبعد كده هنبدأ نعجن، واحتاجت مني معلقة دقيق هتشوفوا معايا دلوقتي. عايزة اقول لكم ان العجينة دي ما بتاخدش اي عجن خالص، سهلة وبسيطة جدا. اهم حاجة تخلوا بالكم بقى من اللي جاي، وتخلوا بالكم من الطريقة وازاي بنفردها ونورقها. وصدقوني سهلة جدا، هتعملوها في مطبخكم وكل العيلة هينبهروا بيها. ومش هتشتروا ابدا الجلاش من بره تاني خالص، لان دي احلى من الجلاش. بيعملوها في المطبخ السوري، شعبيات السورية مشهورين جدا بيها، بس بيقفلوها كده بطريقة مختلفة شوية. نرجع بقى للعجينة بتاعتنا. عجنتها 5 دقايق او اقل لحد ما لمت معايا والبولة بقت نضيفة كده زي ما انتوا شايفين. انا اخدت الوصفة دي من شيف مغربية، علشان كده انا بحب جدا المطبخ المغربي، ولكن هم في سوريا مشهورين بيها يعني جدا. هي مشهورة في بلاد عربية كتير، بس سوريين اكتر في حلب. هنقسم العجينة بتاعتنا ل 16 كورة. انا بقسمها بالشكل ده. كوروها بقى زي ما انتوا عايزين. انا اخدتها كده بالنظر، ولكن ممكن توزنوا طبعا الكور دي. وزن الكورة تقريبا 30 جرام او اقل حاجة بسيطة. والمهم تطلع معاكم 16 كورة. اخدت كل كورة من دول كده هكورها كويس، واحطها كده على صينية عليها كيس بلاستيك عادي خالص، مش مدهون اي حاجة. اهم حاجة ان انتوا بعد ما تكوروها كلها لازم تغطوها وتسيبوها كده تريح شوية، علشان لما تيجي تفردوها تبقى تتفرد كويس. هتريحوها قد ايه؟ حوالي مثلا نص ساعة، 40 دقيقة مثلا. هنجيب بقى دلوقتي بعد ما ريحت معايا كوباية ونص من النشا، نشا الذرة العادي خالص الميزانة يعني. وهنجيب بقى هنحط رشة حلوة، هي بتحتاج النهاردة في الفرد بتاعنا نشا، وما ينفعش نستعمل دقيق. هنجيب اول كرة احنا كورناها، رشينا رشة نشا كويسة من فوق كده ومن تحت، وهنبدأ بقى نفردها. الفرد بتاع الكوره دي مش بيبقى رقيق قوي ولا بيبقى سميك. هتشوفوا معايا السمك قد ايه. تفضلوا تفردوا فيها كده زي بالظبط الرقاق. عندنا في مصر لما بنيجي نعمل الرقاق الطري بيتعمل كده بالشكل ده. اخدت كده اول واحده فردتها على رشه نشا كمان، هحطهم على بعض هتشوف دلوقتي. وتاني كوره عملتها بنفس الطريقه. ولازم تكون كل الاحجام بتاعه الكورات دي قد بعض. يعني لما اجي افردها كده وييجوا يتحطوا على بعض مفرودين، لازم يكونوا حجمهم قد بعض، علشان طبعا لما اجي افردهم كلهم في الاخر هتشوفوا معايا ما ينفعش طبعا واحده تبقى كبيره وواحده تبقى صغيره. النشا في العجينه دي هو السبب في التوريق، زي بالظبط عجينه الجلاش كده اللي احنا بنجيبها. صدقوني هتبقى مورقه وجميله جدا، اجمل حلويات انا كلتها. لما تجربوها بجد اكيد هتعجبكم، ومش صعبه يعني، هتظبط معاكم من اول مره ان شاء الله. المهم تتبعوا كل الخطوات. حطيت الكرة التانية اللي بعد ما فردتها كده مستطيل، هحطها على المستطيل الاولاني، وطبعا لازم تحتهم يبقى فيه رشة نشا، واحطهم كده على بعض. خلصت كل الكمية، ال16 كورة فردتهم قد بعض تقريبا زي ما انتم شايفين كده. بصوا مورقة من قبل ما افردها. لازم تكون الطبقات فاصلة عن بعضها كده، وهي فاصلة ايه؟ بسبب النشا. ما ينفعش نحط دقيق زي ما قلت لكم. هناخد بقى ال16 واحدة اللي احنا فردناهم دول على نفس الصينية اللي كنا حاطين عليها الكرات، على الكيس البلاستيك. هنحطهم وهنغطيهم كمان بكيس بلاستيك كويس جدا. طبعا في الجو الحر هتحطوها في التلاجة، اهم حاجة تبقوا مغطيين وشها. وفي الجو البرد ده هتحطوها عادي خالص جنبكم كده على الرخامة في المطبخ، وترشوا عليها رشة نشا من فوق كده.
وتسيبوها كده ترتاح خالص، يعني اكتر من نص ساعة، لحد مثلا ساعة الا ربع كده لحد ما تريح خالص. انا جبت بقى عندي دلوقتي كوباية من السمسم وكوباية من السوداني وفرمتهم كويس جدا مع بعض، وحطيت عليهم زبدة وسيرب، حشوة مميزة جدا. هقول لكم عليها في فيديو لوحدها كده، فيديو يكون صغير، لان بجد هي مميزة جدا جدا. لكن لو انتوا عايزين تستعملوا سمسم وسوداني مطحونين مع بعض بس يكونوا طحن خشن، وتحطوا عليها بس معلقة زبدة ومعلقة سيرب خفيف بس كده. بعد كده هاخدها بقى من غير اي نشا ومن غير حاجة من تحت، هفردها بقى السمك اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. تفضلوا تفردوا فيها زي ما انتوا شايفين السمك ده، لما تبقى رقيقة خالص كأنها واحدة بس، وكلهم طبعا محطوطين على بعض. فما تتخيلوش بقى التوريقه هتبقى عامله ازاي. جيت بقى من عند الطرف ده هوريكم كل التفاصيل بالظبط انا لفيتها ازاي علشان تطلع معاكم مورقه وجميله جدا من جوه. هاخدها بقى لفها رول كده، ويا ريت الرول يبقى قد بعضه، يعني بالنظر كده خلوا ايديكم تبقى ميزان. لكن طبعا لو طلعت قطعه صغيره وقطعه كبيره هقول لكم هنعمل ايه. هنجيب بقى في اخر الطرف كده فرشة فيها مية بس، مش هنحط زيت ولا اي حاجة. المية هتخلي النشا تلزق الطرف ده في العجين، هيبقى لازق خالص مش هيفك. بعد ما لفيناها رول ولزقنا الطرف الاخير، هناخدها كده نسويها ونبدأ بقى نقطع سمكها تقريبا زي الصباع بالظبط. بصوا بقى التوريقة من جوه ما شاء الله باينة جدا. في خطوة كمان هتتعمل علشان نحشيها، هي دي بقى اللي هتبين التوريق الجميل ده. هناخد بقى بعد ما خلصنا تقطيع كل القطع، تطلع معانا كمية حلوة جدا. هناخد بقى 3 او حتى واحدة واحدة كده ونفردهم بالنشابة، ونبدأ نحشيها الحشوة بتاعتنا. على فكرة ممكن تحشوها اي حشوة. هنحط الحشوة في النص بالظبط، مش هنجيب على الاطراف، لان الاطراف دي هنحط بصبعنا كده مية، او حتى بالفرشة براحتكم. كل الاطراف هندهنها مية، بعد كده نقفل بقى كده، هتقفل على طول لان دي طبعا نشا. ونخلص كل الكمية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبعدين هنحطها في صواني مدهونة دهنة سمنة كويسة جدا. وبعد كده هنحط عليها بقى من فوق قبل ما ندخلها السمنة بتاعتنا محطوط عليها زبدة بلدي او سمنة بلدي يعني. هي عبارة عن كوباية الا ربع كده من السمنة البلدي وعليها ربع كوباية من الزيت. الكمية دي كلها هنحتاجها كده على مرتين. هنحط بقى على العجين بتاعنا او الوربات او الشعبيات اللي احنا عملناها دي، هنغرقها كده بالسمنة البلدي، او حتى ممكن تستعملوا زبدة. المهم تسيحوها على البوتاجاز كويس لحد ما تتحول لسمنة. وبعد ما دخلناها الفرن يكون درجة حرارته عالية جدا 220، هتسيبوها حوالي ربع ساعة كده. وبعد كده انا دهنتها تاني بالسمنة كويس جدا، يعني خلصت بقى كمية السمنة عليها علشان تاخد معايا كمان تحميرة حلوة، وتاخد معايا لون حلو وتوريق. والسمنة مهمة جدا في التوريق. والشربات ده عملته معاكم الفيديو اللي فات، وتقيل طبعا وطعمه كده كراميل. هنحط عليها كده الشربات وندخلها الفرن تاني. هنسيبها في الفرن نص ساعة وهو مطفي بس سخن، علشان الشربات التقيل ده يمسك على القطعة وتبقى كده طرية ومقرمشة في نفس الوقت. وهتشوفوا معايا وتسمعوا القرمشة دلوقتي، هتعجبكم جدا لما تجربوها. كل سنة وانتوا طيبين.